السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة مش هنعمل عصير، احنا هنتكلم ازاي نحافظ على الموز من السواد وانه يستوي بشكل اكبر واسرع فيبوظ. تمام. وان شاء الله تابعوا معانا واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وباذن الله الفترة الجاية نعمل فيديوهات ازاي نحافظ على الفواكه لما تقطعها وتحطها بالتلاجة، وازاي نعمل عصير بالبيت زي محلات العصير، بس نقدر نعملها بالبيت بطريقة سهلة وممتازة ان شاء الله. اول حاجة الموز، اهم شيء في الموز الراس دي. لما تقطع الموزة من هنا بتبقى بالشكل ده. تمام. اهم حاجة عندنا الراس دي تتغطى كده. تتغطى بايه؟ هتجيب ورق فويل، الامر بسيط جدا، ورق فويل بس، وهنلف الراس دي. طبعا انت ممكن ما تقدرش تلف دي مثلا تبقى كلها على بعضها بالشكل ده، انت ممكن تقسم نصين او ثلاثة تقسمها. تمام. العبرة من ده ان المكان ده ما ياخدش هوا، فايه باقي الجسم بيسود. ازاي نعمل كده؟ ورقة فويل، نيجي على الراس دي بالشكل ده كده، لف كده الاماكن دي كده. يكون بالشكل ده. تمام. ان شاء الله ده امر بسيط جدا يحافظ على الموز ويفضل بنفس الشكل، نفس الشكل. اوكي. ان شاء الله الفتره الجايه ننزل فيديوهات لباقي الفواكه، والفيديوهات الاهم الفتره القادمه ان شاء الله هتكون على كيفيه العصير والايس كريم في البيت. تابعوا معنا واعملوا اشتراك للقناه.